كل آي في الكتاب جواهر، بل كل حرف بالهداية زاخر. فأنر بآي ذكر قلبا مظلما، لو كان أعمى بالكتاب سيبصر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. إخوتنا الأكارم، يقول ربنا تبارك وتعالى في سورة الذاريات من الجزء 27: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الإنسان بطبيعته ينسى ويسهو، وقد يستغرق في أموره الدنيوية وطرق أبواب المعاش واستجلاب الرزق، قد يسهو عن كثير من الأمور. وواجب المؤمن تجاه أخيه المؤمن أن يذكره دائما. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ثم إن الإنسان على وجه العموم يحتاج إلى تذكير، يحتاج إلى تذكير بدين الله تبارك وتعالى. الإنسان الكافر إذا ذكرته بحقائق الإيمان وكان إنسانا منصفا، ربنا تبارك وتعالى قد يشرح صدره ويدخل في الإسلام لمجرد أن ذكرته بالله عز وجل. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وكتب الله له الإيمان فلا بد أن ينتفع من الذكرى. هنالك آية أخرى: فذكر إن نفعت الذكرى. فذكر إن نفعت الذكرى. يقول سيدنا ابن هشام رضي الله تعالى عنه اللغوي الكبير، وهو من حفظة القرآن ومن المتضلعين الأقوياء في علوم القرآن، يقول رضي الله تعالى عنه: إن قول ربنا تبارك وتعالى فذكر إن نفعت الذكرى، إن هذه ليست شرطية، وإنما هي بمعنى قد، يعني فذكر قد نفعت الذكرى، يؤكد على معنى التذكير. يقول فذكر قد نفعت الذكرى، هذا معنى هذه الآية الكريمة. إذن ما قرره القرآن الكريم من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى يجعل هذا التذكير وهذه الدعوة إلى الله تبارك وتعالى هي سبيل الاتباع لنبينا صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فمن ادعى الاتباع لنبينا صلى الله عليه وسلم ولم يكن مذكرا داعيا ينشر دين الله عز وجل بين الناس ويذكرهم بآيات الله تبارك وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يدعي الاتباع ولكنه ليس بمتبع. إن لم يفعل ذلك فليس بمتبع. وربنا تبارك وتعالى وصف المؤمنين وجعلهم في المرتبة العليا، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلهم في المرتبة العالية لا لسواد عيونهم، ولكن خاطبهم الله عز وجل فقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذن هنالك مواصفات لهؤلاء الذين اختاروا لأنفسهم أن يكونوا خير أمة أخرجت للناس: العمل، الدعوة إلى الله عز وجل، التذكير، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، وهكذا. فلا بد أيها الإخوة في حقيقة اتباع نبينا صلى الله عليه وسلم من أن يتبعه في هذه الصفة بالذات التي نرى لها شواهد في كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية، فرب مبلغ أوعى من سامع. يعني من بلغ آية من كتاب الله تبارك وتعالى ولم يكن يفقه
معانيها ولا يعرف أن يغوص في أسرارها، لكنه بلغ هذه الآية أو بلغ حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ليس بعالم، ولكنه بلغه للناس. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فرب مبلغ أوعى من سامع. هذا الذي بلغته وأنت لست متمكنا في معنى هذه الآية أو الحديث، ولست فقيها ضليعا في هذا، ولكن قد يكون الذي بلغته إنسانا قد كتب الله له أن يكون من العلماء الكبار، وأنت سبب في وصول هذه الآية أو الحديث إليه. إذن التذكير والدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كل ذلك خلبات ودرجات عليا في منازل جنات النعيم بين يدي ربنا تبارك وتعالى. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في كل